بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما زلنا طبعا لتفسير الاحلام في قناه فسر حلمك بشرة خير. النهارده ان شاء الله هقول على رؤيه تدل على النجاح والتوفيق في حياتك العمليه او في حياتك العلميه او في حياتك الزوجيه، عامه في حياتك كلها. فده امر طيب جدا جدا، رموز حلوه جدا، 10 رموز طبعا. اسمعيهم ان شاء الله وابشري بيهم. يلا بينا نبتدي حلقتنا. أهلا. هقول الأول: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا لو كنتي أول مرة النهاردة وتخشي وتشوفي قناتي، اشتركي معايا وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. أول رمز معايا النهاردة إن شاء الله فتح الماء في المنزل. فتح الماء يعني فتح الصنبور أو فتح الحنفية أو فتح خرطوم. عامة هي المية في المنام بتدل على الحياة، بتدل على النجاح، بتدل على أمل، بتدل على خير. فهنا هنأبشر بشارة طيبة جدا 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 لما تشوفي المية في المنام. تاني حاجة معايا رسم الحنة. رسم الحنة هنا في المنام بتدل على النجاح، بتدل على الخير. والحنة كمان صنع الرسول، يعني اهم حاجة رسم حنة ما يكونش وشم. تمام، فخلي بالنا من النقط دي كويس قوي قوي. فده امر طيب جدا ان شاء الله. تالت رمز معايا الحصان الابيض في المنام، بيدل على علو شأن وبيدل على خير ليكي، بيدل على امر طيب جدا جدا، انتقال من حال لحال، بيدل على البشارة بالنجاح، بيدل على وصولك لخير انت بتتمنيه. فده امر طيب جدا ما شاء الله. كمان عايزه اقول اللون البني في المنام. اللون البني في المنام بيدل على الخير وبيدل على البشارة بالنجاح بأمر طيب جدا. بيدل كمان على سعيك لأمر حلو قوي قوي. وكمان اللون البني هنا كمان بيدل دايما للمرأة اللي لسه هتتجوز أو للمرأة المتجوزة برزق وخير، يعني بزوج معاه فلوس كتير أو بورث. فده أمر طيب جدا اللون البني في المنام. كمان قميص النوم الاسود في المنام بيدل على الرزق، بيدل على النجاح، بيدل على التوفيق، بيدل على امر طيب جدا انت بتسعي ليه. فان شاء الله ليكي هنا بشاره طيبه جدا جدا. كمان العثور على مال، ماشيه ولقيتي فلوس، ماشيه ولقيتي نقود، كل ده بيدل على فك ضيقه ليكي، بيدل على الخير ليكي، بيدل على امر طيب ان شاء الله انت بتسعي ليه. وان شاء الله هتنجحي وهتتوفقي فيه، ويعني وهتاخديه. فده امر جيد جدا جدا لما تشوفي العثور على الماء. كمان اللون الاخضر في المنام. اللون الأخضر هنا في المنام بيدل على خضار الحياة، بيدل على أمر طيب جدا 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 بالخير وبالسعادة. واللون الأسود واللون الأبيض، تمام، يعني الألوان دي زي ما أنا قلت كده، البني والأسود والأبيض والأخضر كل دول بيدلوا على الخير. طبعا زي ما احنا قلنا إن اللون الأبيض هنا بيدل على الصفاء. تمام، فإن شاء الله ربنا هنا يعني هيجيب لك الخير هنا والبشارة لغاية عندك. اللون الأخضر زي ما احنا عارفين إن ده من لبس اهل الجنة، فده امر طيب جدا جدا باللون الاخضر. كمان اللون الاسود زي ما انا قلت، اللون الاسود ده سيادة، علو شأن، فده امر طيب جدا. وكمان عايزه اقول ان الازرق كمان برضك مش عاوزين ننساه، لان الازرق جاي كمان من اسمه يعني رزق. ما شاء الله، تمام، اللون الازرق هنا جاي رزق، فده امر طيب جدا جدا. طيب كمان هنا الدعاء بالنجاح، يعني انت حضرتك قاعده بتدعي يا رب انجح، يا رب انجح، يا رب انجح، يا رب اتوفق. طبعا الدعاء هنا بيدل على البشارة بالخير، هنا ان شاء الله بيدل على امر طيب جدا ليكي باستجابة دعاء ليكي. فده امر حلو قوي قوي نحتسبه هنا بكل خير وبكل سعادة، الدعاء بالنجاح. كمان عايزه اقولك هنا الجلوس، تمام، انت لما تلاقي نفسك قاعده او جلسه مرتاحه على كرسي، تمام، الكرسي ده مثلا حاسه ان هو بتاعك، او حاسه ان انت فرحانه بالكرسي ده. عامه هو كرسي راحه، تمام، الكرسي هنا راحه، تمام. فانت في امر انت سعيتي ليه وعايزه توصلي له ووصلتي له، بس مش شرط يكون على فكره وظيفه،
ممكن مثلا تكوني مثلا بتسعي ان انت تتجوزي، تمام. هو عامه لما تستقر في بيتك ده جلوس. لما حضرتك تحملي، ده بيدل على الهدوء والجلوس. خلاص انت كنتي بقى، قعدتي ما تنططيش من الدكتور ده للدكتور ده، خلاص هديتي، تمام. فكل ده بيدل على الجلوس. الجلوس هو الثبات، الجلوس هو الهدوء، يعني ان انت اتمكنتي من امر، مسكت امر في ايديكي. فكل ده بيدل على الخير والبشاره ليكي لما تشوفي طبعا الرموز اللي انا قلتلك عليها دي، ما شاء الله يعني. بس كده، ودي كانت حلقتي النهارده. 10 رموز اهي بتدل على النجاح والتوفيق ليكي، فده امر طيب جدا جدا. يا ريت طبعا يا جماعه، لو يعني اول مره تشوفوني واول مره تسمعوني، انا هند الحلواني. يا ريت طبعا تشتركي معايا وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت طبعا تبداي ان انت تودي الفيديوهات لاصحابك، مشاركه على الفيس، على الواتس، على الانستجرام، يعني على اساس ان انت تحتسبي معايا الفيديوهات. حبايبي، يجوز يكون حد مثلا بيشوف الرموز دي وبيبقى محتار قوي، او يا ترى ايه الرموز دي معناها ايه. انا حبيت ان انا اوضح لكم الرموز بطريقه سهله جدا جدا، بحاولش ان انا كمان اطول فيديوهاتي عشان ما تملوش مني. يعني رموز بسيطه جدا جدا على السريع. بس كده، ودي كانت حلقتي النهارده. يا رب طبعا تعجبكم. شكرا لكم وشكرا للاستماع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.